القلوب الضيقة هي اللي بتتعب. تقابل واحد تلاقي دمعته على خده، ليه؟ عشان مشاكل؟ مش عشان مشاكل، عشان قلبه ضيق، عشان إيمانه ضعيف. في ناس لا ينظرون إلا إلى النقط السوداء، تقعد معاه يقول لك الدنيا كركبت خلاص رحنا، ده جرى لك ايه؟ تخليك شديد شويه كده. ايه الحكايه؟ في مشاكل، في مشاكل وفيه ربنا، فيه مشاكل وفيه ايه؟ وفيه ربنا، وربنا بيحل المشاكل. ليه انت تقف عند المشاكل وما تتقدمش خطوه تاني؟ فيه مشكله وفيه ربنا، وفيه ربنا بيحل المشكله، دي حاجه تمام. ان جات لك مشكله تقول ده هو ربنا ساكت؟ ده ربنا شغال وهيحل والحاله تبقى عال. يعني تلاقي قصادك جولياط كده واقف زي الوحش، تقول ان وجد جولياط هيوجد داوود يديله حصوايه ينزله الارض، لكن لا تظن ان يوجد جولياط بدون داوود، مش ممكن. لا يمكن ان يوجد جولياط ايه بدون داوود. فما تخافش، تخليك راجل شديد وزي الحديد. مين كان يتصور ان نحميا الاسير، اسير الحرب الموجود في عهد ارتحشست الملك، يكون هو الراجل الذي يبني اسوار اورشليم؟ مين كان يفكر؟ اسير هو اللي يبني؟ ده يمكن كل احلام الاسير انه يخرج من الاسر، لكن يخرج والملك يبعت معاه جوابات ويدي توصيات للولاة ويبعت معاه المؤن ويخليه يبني. ده ايه ده؟ ده شغل الهي. صدقوني لما نتتبع يد الله في الاحداث، ايد ربنا وهي بتشتغل في الاحداث، كل يوم يزداد الايمان وكل يوم يزداد الرجاء. ربنا بيشتغل. عارف المشاكل اللي بتجيلك دي يمكن جزء بسيط، ده في مشاكل تانية كانت جايالك وربنا زوحها في السكة ومشاها قبل ما توصل لك. يعني انت بتشكر ربنا على المشاكل اللي شفتها وربنا انقذك منها، لكن ما بتشكرش ربنا على ان في شيطان كان جاي لك من بعيد وربنا بص له كده وقال له ابعد اوعى تقرب عليك، فما قربش عليك وانت ما بتشكرش. وانت ايه اللي عرفك ان ده كان جاي؟ يا ما في حاجات ربنا بيبعدها من قبل ما توصل ومن قبل ما تحصل. فربنا بيحمي البشر وبيرعاهم. شبه نفسه بالراعي، الراعي الصالح، الراعي الصالح اللي يبذل نفسه على الخراف لكن ما يتركش الخراف تكون ضيعة. إذا رأيت الحاضر مظلما لا تنظر إلى الحاضر المظلم، إنما انظر بعين الرجاء إلى المستقبل المنير. تقول النهاردة ضلمة بكرة هيبقى فيه نور. مش بيقول كان مساء وكان صباح يوما واحدا؟ انت تقف عند كان مساء وخلاص ما تكملش؟ لا، كان مساء بعدها وكان صباح، هو اليوم الواحد. كانت مشكلة وكان حل. واحد يقف عند أول آية في سفر التكوين ويقول ياه دي الحكاية تعب قوي. ليه؟ يقول لك في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، ويروح واقف عند هنا. صحيح الأرض خاربة وصحيح خالية وصحيح مغمورة بالمياه وفوق المية ظلم. طب
وبعدين وروح الله يرف على وجه المياه. كملها عشان تصحى لنفسك. وروح الله اللي بيرف على وجه المياه ده ساكت، بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا ودعا الظلمة مساء، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. إذا ربنا بيقول ليكن نور فيكون نور، وبعدين يفصل بين النور والظلمة. ما تقفش بقى عند الأرض المظلمة وتقعد تلطم جنبيها وتقول ضعت وما فيش فايدة، لا، استمر شوية كده. خلي عندك الإيمان اللي يشعر بأن الله بيعمل وبيعمل بقوة وبيغير الأحداث وبيغير القلوب وبيصلح كل حاجة. ده لو ما كانش فيه مشكلة وتتحل انت مش هتصل الى حياة الشكر. يجي لك منين الشكر ده؟ كيف تصل الى فضيلة الشكر الا ان فيه مشكلة واتحلت؟ ده لو ما فيش مشكلة واتحلت ما تاخدش خبرات روحية، ما تاخدش فكرة عن ربنا اللي بيشتغل، ما يزدادش ايمانك. ده كل المشاكل دي لها اهداف روحية تعرفها بعدين. الانسان المؤمن يبص لبعيد